اهلا وسهلا بحضراتكم معايا في دفتر احوال، وكل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده والعواف عليكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وراح رمضان ويعني وانتهت ايامه وغنينا له يعني يا ضيف وقته غالي والخطوه عزيزه، حبك حب عالي في الروح والغريزه، كان لسه بدري حبه يتمنى الأحبة. كل سنة وانتم طيبين، يا ريت رمضان يفضل معانا على طول. يفضل معانا ازاي؟ يفضل معانا بروحه الجميلة. أنا مش بقول بإن ندفع فلوس ومأدوبات عزومات وبتاع، يعني كل واحد عايش على قده يعني الأيام دي واللي يعوز البيت. بس أنا مش بتكلم لا في أكل ولا في شرب ولا في أي حاجة. أنا شخصيا طالعة من العيد مقشفرة، لكن أنا بتكلم يا أصدقائي عن حاجة تانية خالص، عن الروح الرمضانية. يعني الرمضانيات زي ما بيقولوا، ازاي احنا نفضل عايشين في رمضان ورمضان عايش فينا، شهر رمضان يفضل عايش فينا واحنا نفضل عايشين فيه باخلاقيات، وبان لما نلاقي حد كبير ماشي في الشارع نحترمه وما نقاوحش ونزاحم الناس، ان احنا نعمل خير كويس. حد بيعدي ومش قادر يعدي ناخده في ايدنا. كل واحد يقول لي ما احنا بنعمل كده، لا بس في رمضان كان شيء عالي قوي لدرجه انك مش قادر تسمع اغاني من الاسفاف دي. وعلى فكره اغاني الاسفاف اللي بتبقى في وسائل المواصلات دي فعلا قلت في رمضان، كان شيء جميل جدا جدا. كمان الديجيهات والخرع اللي بتيجي في الدماغ ده الحمد لله كانت قليلة جدا جدا. وكمان التراحم والتعاطف والصوت الهادي والأخلاقيات الجميلة الحلوة بتاعتنا، ان احنا اللي كنا عايشينها دي يا ريت نفضل عليها على طول، بأدبنا بسلوكياتنا المصرية الأصيلة، مش اللي هي احنا يعني بنبقى خالعين الرداء المصري القديم الجميل، السلوكيات الأدبية بتاعت الأسرة المصرية ديت وتطاحن وبتاع. مش مستاهلة أبدا الحياة التطاحن ده. احنا نجتهد في شغلنا، نعمل كل اللي كنا بنعمله حلو في رمضان من سلوكيات وسير في الطريق حلو وبأدب، ومفيش يعني كل واحد كده في حاله، محدش بيزق التاني، محدش بيجي جنب التاني. الحمد لله كان بصراحة كان أسرع رمضان شفناه وأجمل رمضان شفناه. ربنا عوضنا أيام الجائحة اللي ما كانتش حلوة والله لا يعودها، وبقينا نقول يعني أسفين إن إحنا مش قادرين نستقبلك يا رمضان. أنا شخصيا كتبت مقالي بعنوان أسفين لعدم استقبالك، ما كناش قادرين نستقبله. الحمد لله عدينا رمضان وجانا العيد، أهو جانا العيد. أهلا بالعيد. يا ترى حضراتكم كنتوا فين في اول يوم العيد وقضيتوه ازاي ورحتوا فين؟ يا ريت اللي مش هيلحقني في اللايف يقول لي في الكومنتات بتاعته هو راح فين او قضى العيد ازاي او كده. طبعا العيد جميل جدا، ولكن في بعض الملاحظات لي على سلوكيات الناس فيه. اولا بتحس ان هم العيد جه زي ما يكونوا كانوا في وخرجوا ناس كتير بصراحة. شماريخ ايه، ضرب ايه، ديجيهات ايه، بالليل بالنهار. هو يعني في الشياطين يعني زي ما تقولوا اتثابت تاني. بقى في حاجة اسمها التلوث السمعي، التلوث البصري، التلوث الروايح. ليه كده؟ ليه ما كنا حلوين وكنا هاديين وكنا ناس كيوت قوي ومظبوطين؟ فجأة شماريخ ايه، بومب ايه، استهانة بالناس ايه. كمان في ملاحظة ارجو من حضراتكم ان انتوا تستقبلوها مني، وانا سألت وشفت يعني رأي دار الإفتاء والشيوخ قالوا انه لا يجوز اطلاقا حتة في بعض الساحات اختلط تاني بعد ما كان يعني الأذان بيجي يقول صلوا في رحالكم،
دلوقتي الحمد لله عادت المساجد تاني وعادت الصلوات تاني، والعيد الحمد لله تصلى في الساحات تاني. بس يا جماعة ما يصحش ان احنا نبقى رايحين الصلاة كستات فول ميك اب. اعيد بس دي صلاة ليها احترامها وادبياتها. انا ما اقدرش اقف في الصلاه وانا حاطه الروج ده ابدا ابدا، ولا ميك اب ولا كلام ده. انا راح اصلي الاول العيد، وبعدين ارجع بيتي واشوف اهل بيتي، وبعدين احط اللي انا عايزاه بقى، او اشوف هنروح فين بعد كده ونعمل ايه. لكن الصلاه صله ما بين العبد وربه. هل حد يجرؤ ان هو يعني يبقى بالمنظر ده قدام يعني اقول ايه؟ ما علينا، عشان كل شيء بقى دلوقتي ايه ممكن يبقى فيه ايه مباح وغير مباح. مش هدي امثله او اي اكزامبل من اي نوع. احنا ارجو التلاحم. الراجل رب الاسره اللي واخد زوجته وعياله، مش بالضروره حضرتك او اخواته او جيرانه او اي حد، مش بالضروره حضرتك يبقوا متلاحمين معاك ده في البيت، لكن في الخروج في اي حته. لكن الصلاه في اماكن، والمفروض ان الاوقاف تخلي الستات على الاقل تبقى مثلا جوه، او ليها زي ما في الحرم كده قعدوا بيفصلوا ما بين الست والراجل. الستات حتى لما تيجي ست تقف في الطرقه كده لها امشي هتجيها روحي الناحيه الثانيه. يا ريت احنا نعمل ده، لان دي صلاه، وما يجوزش اي تلاحم ولا اي اختلاط من اي نوع في الصلاه ابدا. دي بتتقلب مأكولات وحاجات كده، الساحات بتبقى حاجه تانية خالص. يعني مش يعني الصلاه ليها قدسيتها. انا اعتقد ان ركعتين صلاه العيد احنا قلبناهم حاجه تانية خالص في بعض الساحات. مش بقول كل المصلين، لا، في بعض الساحات. ستات طبعا رايحه بكامل هيئتها للخروج مش للصلاه، رايحه بكامل الفول ميك اب بتاعها. الست جنب الراجل او بالقرب منها، او الولد بيصلي في النص الراجل جنبها، مش عارف ايه. لا يا جماعه معلش، بعد اذن حضراتكم، الصلاه صلاه، والفصل ما بين الستات والرجاله واجبه، ولازم يبقى في حائل. انا عايزه اقول لحضراتكم ان حتى في الدفن احنا كمسلمين الست ما يصحش جوزها يغسلها الا للضروره، او ابنها يغسلها الا للضروره لو كان في حته منقطعه. ويا ريت لو معانا على الصفحه حد من الساده الشيوخ يقول كلامي صح ولا غلط. الست ما تندفنش مع جوزها ولا مع اي راجل، فيبقى فيه انا مش هقول احترام، انا هقول فين قدسيه الصلاه في بعض اللي حصل في بعض الساحات. لكن الصلاة صلة ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. بلاش نعمل كده تاني. مش كل مرة كنا قبل الجائحة الاختلاط ده كان فاجج قوي، وبقينا نقول يا جاي لو سمحتوا بلاش، ومش عارفه جت الجائحة قلنا هنحترم نفسنا. يا رب احنا عملنا ايه؟ غضبان علينا نروح نصلي في المساجد، نروح نصلي في بيتك الحرام. شفتوا ربنا سمح لنا تاني، والحمد لله عادت الحياة لطبيعتها تاني. بلاش يا جماعة نعمل حاجة مش مظبوطة في الدين، بالذات في الصلاة وبالذات في العيد. العيد بهجة وفرحة ده بعد انتهاء الصلاة، لكن في الصلاة لا. والإفتاء أعتقد قالت نفس الكلام، أو أنا بقول نفس كلام مشابه للإفتاء، لأن وبعض الشيوخ وكل الشيوخ لا يجوز إطلاقا الاختلاط في الصلاة. طب ما انتوا في المساجد في مصلية لينا ومصلية للرجالة، ليه بنروح عندهم؟ دي مش مساواة خالص. الدين ما فيهوش مساواة في الصلاة يا جماعة خالص، ولا الدفن في الآخرة. بيوت الآخرة اللي هي المقابر فيها مساواة خالص. مساواة دي حاجة احنا بنقولها أو بنطالب بيها أوحات أو حقوق أو واجبات أو أي حاجة، لكن في الدين دين. طبعا الحمد لله كانت الدنيا هادية وعيد جميل وعيد سعيد.
يا رب يكون سعيد على مصر كلها، ونقضي بقية العيد في سعادة وهنا. وأنا بشكركم، وأرجو أني أكون ضيفة عزيزة على قلوبكم، وأكون كلامي خفيف على قلوبكم. بشكركم، وإلى اللقاء في كلام تاني أو مكلمخانة تانية، وإن شاء الله أتابع لكم كل ما هو جديد. كان معاكم نجوى عبد العزيز الصحفية. شكرا، وكل سنة وأنتم طيبين، وقعدوا بالعافية. باي باي.